الأهلي يشكو الحكم للاتحاد الأفريقي. تصريحات ترب وقلق ترب في الأزمة القادمة. جون إدوارد وشرط جزائي رهيب. الراحلين الأجانب عن النادي الأهلي. بيراميدز يحاول خطف لعيبة من الأهلي، والأهلي يحاول خطف لعيبة من بيراميدز. بس طبعا قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنسوش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نخش في أخبارنا النهاردة سريعا كده. الأهلي يشكو الحكم عيسى سي، الحكم السنغالي طبعا، بسبب أزمة مباراة الأهلي وإيجل نوار اللي الحكم طرد فيها جراديشار طرد غير مستحق وظلم رهيب لجراديشار، لأن هو ما عملش أي حاجة تستدعي ان الحكم يديله طرد مباشر. طرد مباشر ده يعني الاهلي هيفقد خدمات جراديشار 3 مباريات من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا. طبعا الاهلي قدم تظلم للاتحاد الافريقي علشان خاطر بيشكو الحكم وعشان يتم رفع الايقاف عن جراديشار، لان الظلم اللي اتعرض له كان ظلم كبير قوي. نتمنى ان شاء الله التظلم ده يجيب نتيجه وجراديشار لاعب اخلاق ومحترم خرج بطريقه مهذبه بطريقه محترمه جدا، برغم انه تعرض لظلم كبير قوي. الخبر الثاني معانا تصريحات ترب بعد مباراه ايجل نوار، وامبارح ترب في تدريبات النادي الاهلي كان عنده ازمه كبيره جدا. اول حاجه تصريحات ترب قالها في المؤتمر ان الناس سالته انت ليه غيرت التشكيل بالشكل ده؟ ولو تفتكروا حضراتكم في الحلقه اللي فاتت انا كنت قلت لكم ان في مفاجآت في تشكيل النادي الاهلي وان ترب بيحاول يعمل تدوير. فترب قال ان هو لازم يعمل تدوير في اللعيبه علشان يريح كميه من اللعيبه كبيره، بحيث انه داخل على مباريات تقيله، بتروجيت وبعديها المصري بعد كده السوبر في الامارات. فانت عندك كميه مباريات وضغط مباريات، لازم اللعيب ذهنيا يكون فايق. يعني بلغه الكوره كده، اللاعب لما يكون بيشارك على طول على طول على طول على طول بيجي له احساس من الملل، او ان هو يعني مش متشوق للمباريات ان هو يشارك في مباريات. ولكن لما يريح بره ويتفرج على المباراه يعني بيبقى قاعد كده الضغط بيخف عليه شويه. لما انت تكون بتلعب باستمرار طبيعي تعمل مباريات كويسه، طبيعي ممكن تغلط غصب عنك في بعض المباريات، فده بيسبب ضغط على اللاعب. فبالتالي تروب قال انا لازم اعمل تدوير للاعبين علشان اريحهم بدنيا وذهنيا للمباريات القادمه، فلازم اعمل تدوير. قال انا عايز لعيبه النادي الاهلي الاساسيين والاحتياطيين يكونوا دايما جاهزين للمشاركه في اي وقت. ترب انا شايف فيه مدرب كبير، شايف ان شاء الله نجاح مع جيس ترب باذن الله. طيب الخبر اللي بعد كده عندنا جون ادوارد. طبعا انا هرجع لكم في حته ازمه مباراه الاهلي القادمه، ولكن خلينا دلوقتي نمشي بالاخبار مع بعض. في خبر عرفناه ان في شرط جزائي في عقده 2 مليون دولار في حاله ان الزمالك لو عايز يمشي جون ادوارد وما يكونش مسؤول عن فرقه نادي الزمالك. خبر كارثي، يعني 2 مليون دولار والزمالك اصلا عنده ازمه الارض بتاعت الزمالك اللي في اكتوبر، وعنده ازمه ماليه او ازمه ديون عليه مستحقات للمدير الفني. الزمالك بيمر بفتره صعبه جدا. نتمنى طبعا الاستقرار لنادي الزمالك، لانه مهما حصل يبقى الاهلي والزمالك هما اكبر ناديين في مصر وفي افريقيا وجماهيريه طبعا. فبالتالي نتمنى التوفيق للزمالك، وهنشوف اللي هيحصل في الزمالك الايام اللي جايه. بيراميدز امبارح كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا، اتعادل مع التامين الاثيوبي 1-1 بنسبه كبيره. يعني بيراميدز هيكسب التامين الاثيوبي وهيصعد للمجموعات، وطبعا نتمنى التوفيق لكافه الانديه المصريه. عندنا بقى ازمه مباراه بتروجيت القادمه للنادي الاهلي. حد يقول لي ازمه ايه؟ في ايه؟ هقول لك انا في ايه. بص يا باشا، النادي الاهلي مطرود منه كوكا اللي هو بيلعب باك شمال لحد ما نجيب باك شمال، فانت كده ما عندكش باك شمال. شكري موجود طبعا ولعب مباراه ايجل نوار، ولكن غلط غلطه. يعني هو لعب كويس، يعني اداؤه كان كويس وكان فيه كده ايه ثقه في ادائه، والمدرب اداله الثقه دي. بس في عرضيه اتلعبت لو خدتوا بالكم او فاكرين حضراتكم لايجل نوار، كان شكري واقف هو ومهاجم، شكري ما نطش على الكوره والمهاجم عملها براسه، ولكن طلعت طبعا الحمد لله بره مرمى النادي الاهلي وبره مرمى مصطفى شوبير. ولكن يعني دي حته ضايقتني شويه من محمد شكري. كوكا مطرود، فما عندناش باك شمال. هل هيلعب بشكري؟ طب هل هيلعب بالعش؟ هل هيغير الخطه؟ يعني احنا شفنا في ايجل نوار تروب غير التشكيل كذا مره،
يعني تخيلوا انتوا مدير فني يطرد منه لاعب بعد اول 15 دقيقه وتلعب 75 دقيقه كاملين بدون مهاجم. فانت ترب الصراحه ادار المباراه بحكمه شديده. دي الازمه الاولانيه. الازمه الثانيه ان مروان عطيه برضو موقوف لان عنده 3 انذارات. ترب هيعمل ايه مع ازمه نص الملعب؟ انت نص الملعب كده عندك ديانج وعندك قفشه. احمد رضا هو سليم بس معرفش ايه مشكله احمد رضا في ان هو ما بيشاركش خالص في المباريات. هل هيشارك في مباراه بتروجيت ولا لا؟ طب هل هيلعب بقفشه؟ طب هل هيغير الخطه؟ وبكره لو عرفت اي معلومه من تدريبات النادي الاهلي هحاول اجي واقولها لحضراتكم باذن الله. عندنا بقى موضوع مهم جدا وهو بيراميدز بيحاول خطف لعيبه النادي الاهلي والاهلي كذلك. طبعا في مناوشات كده بتحصل. بيراميدز عايز يدور على ياخد ديانج وعايز عبد القادر وعايز حسين الشحات. الاهلي بيفكر في مايلي فيستون مايلي وبيفكر في محمد حمدي الباك الشمال. حتى الان الاخبار المؤكده. الله اكبر الله اعظم. طيب هنكمل بعد الاذان باذن الله. طيب لحد دلوقتي محمد حمدي يعني هو تواصل مع اداره النادي الاهلي عن طريق وكيله احمد يحيى ان هو عايز يشوف الاهلي رايه ايه، او الاهلي هيقدم عرض لاحمد حمدي لمحمد حمدي ولا لا. ايضا فيستون مايلي طلباته خياليه. هو طالب 3 مليون دولار وطالب مرتب شهري حوالي 10,000 دولار شهريا وطالب يتشال من العقد نسبه مشاركته في المباريات. فاعتقد ان فيستون مايلي بنسبه كبيره هو بعيد عن النادي الاهلي، ويعني الارقام اللي طالبها كبيره. برضو محمد حمدي باك شمال محترم طبعا، ولكن برضو سنه حوالي 30 سنه او 31 سنه. فالاثنين كبار في السن. فالاهلي لسه هل هتتوافق الرؤيه الفنيه لتروب مع اللعيبه دي ولا لا؟ كل ده لسه تحت الدراسه طبعا، واي معلومه جديده هتيجي هقولها لحضراتكم. ايضا بيراميدز بيحاول خطف حسين الشحات، ولكن الاهلي بنسبه كبيره هيجدد لحسين الشحات. عبد القادر كذلك. مؤخرا لما عبد القادر شاف اهتمام من النادي الاهلي وشاف ان يستروب بيشركوا في المباريات وواثق في ادائه وفي امكانياته، فاحمد عبد القادر بدا يفكر ان هو ممكن يجدد مع النادي الاهلي. هنروح لنقطه تانية. طب مين الاجانب الراحلين عن النادي الاهلي؟ فانت عندك بنسبه كبيره الراحلين عن الاهلي من غير ما اقول لك المعلومه انت اكيد عارفها. يعني في واحد احنا جبناه تعاقدنا معاه وتعاقدنا مع المستشفى. يعني احنا عملنا تعاقد مع اللاعب وتعاقد مع المستشفى. احنا هنشتري اللاعب ده وهنديه لكم. اشرف داري طبعا بلا شك من ساعه ما جه الاهلي وهو مقضيها في المستشفيات. فده اول الراحلين بلا شك عن النادي الاهلي. وايضا في كلام عن اليو ديانج ان هو ممكن يروح الوكرة القطري اعتقد. فهنشوف يعني هنشوف ايه اللي هيحصل. وطبعا اي معلومه هتوصل اليها هاجي واقدمها لحضراتكم باذن الله على طول. دي كده مواضيعنا ودي كده حلقتنا النهارده. احب دايما اشوفكم بافضل صحه وافضل حال. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. وشكرا ليكم. سلام عليكم.